الفيديو ده نداء او رسالة او سموها زي ما تسموها لكل واحد خايف من ربنا وعايز ربنا يبارك له. صباح السعادة، وان شاء الله اللي جاي احلى واجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان طول ما ربنا موجود. دلوقتي احنا في ايام صعبة والناس بتعمل فيها فلوس بصعوبة، اللي بيعمل القرش بيعمله بصعوبة واللي بيطلع قرش بيطلعه للضرورة. انا بتكلم على اغلبية الناس طبعا. يعني في الاساس المفروض ان كلنا عايزين نكسب بالحلال، فالمفروض ان اللي عايز يكسب بالحلال وعايش في ايام صعبة يبقى عايز يرضي ربنا عشان يبارك له ويرزقه من حلال، وفي الاخرة ربنا يرضى عنه. دلوقتي في الظروف الصعبة اللي احنا فيها، الشيطان ناس كتيرة بيلعب بدماغها ان هي تغش، ان هي تسرق الناس، خصوصا الناس اللي هم عندهم خدمات متميزة او الناس اللي هي عندها خبرات في شغلانات محدش يفهم فيها غيرها. بتكلم على اي صنايعي، اي فني، ميكانيكي بتاع تكييفات، سباك، نجار، حداد. بتكلم حتى عن الدكاترة الأطباء اللي بيعالجونا وبيعالجوا صحتنا ومحدش يفهم في شغلهم ولا في تحاليلهم. بتكلم عن أي حد ربنا مديله مهنة متخصصة هو بيقبض فيها، مش هنقول مرتب، بيقبض فيها بناء على خبراته. لو سمحتوا، طالما ربنا مديك نعمة زي دي وفي ايدك تساعد الناس، خد حقك، بس لو سمحت ما تغشش وما تسرقش. انت زي ما انت حاسس بأيام صعبة، الناس اللي بتدفع لك فلوس الله اعلم الناس دي جايباها منين، مستلفاها ولا كسبناها ولا مطلعاها من الفلوس اللي كانت محوشاها. انت عايز ربنا يبارك لك واحنا في ايام صعبة، وخلي اجرك على ربنا. لو سمحتوا محدش يغش، محدش يغلي، محدش يحتكر. خلي بالك النفس اللي طالع انت مش ضامن انه يرجع، والنفس اللي داخل انت مش ضامن انه يطلع. الموت بيجي في ثانية، واديكوا شايفين الشباب حوالينا بيموتوا بسرعة ازاي. احتمال كبير لو هتغش ولا هتسرق هتعمل فلوس كتيرة وتستغل الظروف، بس مش هتلحق تصرفها وهتحاسب عليها كلها. وعلى العكس، لو انت راعيت ضميرك وراعيت ربنا وكمان قدرت تساعد الناس، انك تساعد اللي معهوش كتير، ان انت تقلل في مكسبك شوية تساعد بيه الناس، ده استثمار مع ربنا، وربنا بيبارك. وربنا بيبارك. وحطوا الكلمة دي حلقة في ودنكم. فتاني دي رسالة شيروها على قد ما تقدروا. كل واحد في شغلته شاطر ومحدش بيفهم غيره. ما تغشش، ما تسرقش، وحاول تساعد الناس رجاء، عشان حاجتين: حساب الآخرة، وعشان ربنا بإذن الله يبارك لك في الدنيا. صباح السعادة.